وانت صغير غالبا سمعت الجملة دي مئات المرات، سيب الموبايل بتاعك قوم شوف لك شغلانة مفيدة. وطبعا وقتها كنت شايف ان ابوك وامك مش فاهمين اي حاجة، مش فاهمين ان اصحابك كلهم موجودين على الموبايل، مش فاهمين ان اللعب والفيديوهات دي هي الوسائل الوحيدة للترفيه عندك، مش فاهمين ان الزمن اتغير وانك مش هتعيش بنفس الطريقة اللي هم عاشوا بيها. ويمكن فعلا هم ما كانوش فاهمين التكنولوجيا ولا عارفين يعني ايه محتوى قصير، لكن بالرغم ان هم ما كانوش فاهمين كل ده هم كانوا صح. مش لان الموبايل هيبوظ عينيك، ومش لان الالعاب هتخليك فاشل، مش لان كل حاجة على الانترنت غلط، يعني هم كانوا صح لان هم شافوا حاجة انت ما كنتش قادر تشوفها، ان الشاشة بدأت تاخدك من حياتك مش مرة واحدة، لكن دقيقة ورا دقيقة لحد ما بقى عندك وقت لكل حاجة إلا حياتك نفسها. في سنة 2024 جامعة أوكسفورد اعتبرت كلمة برين روت هي كلمة السنة. التعبير بيستخدم لوصف التدهور المفترض في الحالة العقلية أو الفكرية نتيجة الاستهلاك الزائد لمحتوى سطحي تافه أو مش محتاج أي مجهود ذهني. لكن المفاجأة إن التعبير نفسه مش جديد، أول استخدام مسجل لكلمة برين روت كانت في سنة 1854 عند كاتب وفيلسوف أمريكي هنري ديفيد ثورو في كتابه وولدن. يعني قبل التيك توك وقبل الريلز وقبل الانترنت وقبل اختراع الموبايل أصلا، ثورو كان بيتكلم عن ميل المجتمع إن هو يهرب من الأفكار الصعبة ويفضل عليها أفكار بسيطة وسهلة الهضم. وده معناه إن البرين روت مش مرض اخترعه الموبايل بقى طريقة توزيع مش اكتر. ليه؟ المشكلة الاساسية مش ان انت بتشوف فيديوهات تافهة، المشكلة ان عقلك بيتعود ان كل حاجة لازم تكون سريعة سهلة ممتعة ومفهومة من أول ثانيتين. ولو الحاجة محتاجة صبر زي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده تسحب لفوق أو تقفل الفيديو. لو الشخص بيتكلم ببطء تسحب لفوق. لو الفكرة معقدة تسحب لفوق. ولو حسيت بالملل لمدة نصف ثانية بتسحب لفوق. ومع الوقت حركة بسيطة بصبعك بتتحول لطريقة كاملة بتتعامل بيها مع العالم. أغلب الكلام على الموبايل بيركز على عدد الساعات، انت قعدت 5 ساعات على الموبايل، انت قعدت 7 ساعات، انت قعدت كتير قوي على التليفون. لكن المشكلة أعمق من كده. المشكلة ما كانتش في الوقت اللي ضاع، المشكلة في شكل الوقت اللي اتبقى. زمان كان في لحظات مملة وانت مستني العربية، وانت واقف في الطابور، وانت قاعد لوحدك قبل النوم، وانت بتاكل، وانت راجع من مكان، لحظات ما فيهاش اي حاجة بتحصل. دلوقتي كل لحظة من اللحظات دي لازم تتملي. تمسك الموبايل، نوتيفيكيشن، تشوف فيديو، تقلب في الصور لما النت يقطع الى اخره. انت مش بتستخدم الموبايل لانك محتاجه، انت بتستخدمه لانك مش قادر تستحمل لحظة. ودي كانت من اهم الحاجات اللي اتكلم عليها باسكال كان شايف ان الانسان بيخاف من الهدوء لان الهدوء بيجبره يقعد مع نفسه، ولما يقعد مع نفسه ممكن يكتشف ان هو مش سعيد او انه تايه او انه بيعيش حياة هو مش عايزها. علشان كده الانسان بيدور باستمرار على التشتيت، اي لعبة، اي قصة، اي خلاف، اي صوت، المهم ان هو ما يسمعش نفسه. هما ما اخترعوش الموبايل عشان تهرب بيه، الموبايل خلى بس الهروب متاح ليك طول الوقت. لما تقتل كل لحظة ملل انت مش بتقتل شعور مزعج بس، انت بتقتل المساحة اللي كانت ممكن تظهر فيها فكرة جميلة. قبل ما يكون في كمية المحتوى المتخلف ده الانسان كان احيانا مضطر ان هو يفكر، مش لانه مثقف يعني ولا ان هو فيلسوف، لكن لانه ما كانش عنده حاجة تانية يعملها. كان يقعد يفتكر موقف قديم، يراجع قرار، يتخيل المستقبل، ويسأل نفسه هو زعلان ليه، او يربط ما بين فكرتين ملهمش علاقة ببعض. الافكار الكبيرة ما بتظهرش دايما وانت بتدور عليها، احيانا بتظهر لانك سبت لعقلك مساحة يتحرك فيها. لكن عقلك دلوقتي ما بيتحركش، عقلك دلوقتي بقى بيتلقى فقط معلومة ورا معلومة، صورة ورا صورة، صوت
ورا صوت، مفيش وقت كافي حتى ان هو يفهم ايه اللي هو بيستقبله. انت بتستهلك مئات الافكار يوميا، اللي هو الفيديو ده منهم بالمناسبة، لكنك مش بتمتلك اي واحدة منها. وده بيفتح لنا سؤال: ليه الاشياء الطبيعية بقت مملة؟ المشكلة مش ان المحتوى القصير ممتع، المشكلة ان الحياة بقت مملة مقارنة بيه. الكلام مع شخص حقيقي بقى بطيء، قراءة كتاب بقت مرهقة، ان انت تتفرج على فيلم من غير ما تمسك الموبايل بقت صعبة فشخ، المذاكرة محتاجة مجهود غير طبيعي، وحتى اللعب نفسه احيانا ما بقاش كفاية، فلازم تفتح فيديو بجنبه او تفتح اغنية وراه. انت محتاج صوت وانت بتاكل، فيديو وانت بتلعب، موسيقى وانت ماشي، نوتيفيكيشن وانت شغال، مش لان كل نشاط من دول محتاج حاجة اضافية، لكن لان مستوى الاثارة الطبيعي ما بقاش كافي. المشكلة مش ان ذكائك اختفى، المشكلة ان قدرتك على استخدامه بقت اضعف شوية. انت ممكن تفهم كتاب، لكن انت ما تقدرش تستمر في ان انت تقرأه كله. انت ممكن تخلص شغل، لكن انت ما تقدرش تقاوم الرغبة في ان انت تفتح التليفون بتاعك. ممكن تفكر ان في مشكلة، لكن عقلك دايما عمال يطلب منك ان انت تهرب بس لمجرد ان الفكرة بقت صعبة عليك. صديقي، انت ما فقدتش قدرتك، انت بس فقدت السيطرة عليها مش اكتر، لكنها هي موجودة وكانت دايما طول عمرها موجودة. هي حتى المشكلة بتكبر لدرجة ان حتى النوم ما بقاش ملكك، لان اخر حاجة انت بتشوفها قبل ما تنام هي الموبايل، واول حاجة بتشوفها اول لما تصحى هي الموبايل. كأن حياتك الحقيقية بقت مجرد فاصل قصير جدا بين جلستين على التليفون. طب تفتكر ليه ابوك وامك كانوا فعلا صح؟ تفتكر ليه ابوك وامك كانوا فعلا على حق؟ لان هم كانوا بيحاولوا يحافظوا على شيء ما كانش ليه اسم واضح وقتها: انتباهك. لما قالوا لك اقفل الجهاز وانزل، هم ما كانوش بيطلبوا منك نشاط رياضي، هم كانوا بيحاولوا يرجعوك للعالم الحقيقي، عالم ما فيهوش زرار ان انت تتخطى فيه اللحظات المملة، عالم الناس فيه مش بيتكلموا بسرعة 2 اكس، عالم مش كل لحظة فيه معمولة مخصوص علشان تعجبك، عالم لازم تتفاوض فيه، تستنى، تختلف، تتحرك، تفشل وتكمل رغم ان انت مش مستمتع طوال الوقت. وده هو العالم اللي بتتبني فيه شخصيتك، لان الشخصية مش بتتبني لما بتحصل على كل حاجة انت عايزها، الشخصية بتتبني في المسافة بين الرغبة وما بين تحقيقها، في الانتظار وفي المقاومة وفي ان انت تكمل شيء بعد اختفاء الحماس، بعد اختفاء الامل. لكن الموبايل الغى المسافة دي. زهقت؟ في فيديو. اتضايقت؟ في لعبة. حسيت بالوحدة؟ في نوتيفيكيشن شوف صاحبك بيقولك ايه. حسيت ان انت فاشل؟ في محتوى بيخليك تنسى. كل شعور ليه مسكن فوري، لكن المشاعر اللي انت مش بتواجهها ما بتختفيش، هي مستنياك بعد ما الشاشة تقفل. فلحد امتى هتفضل تهرب يا ابني؟ ابوك وامك كانوا صح على فكرة، مش لان جيلهم كان افضل، ومش لان كل شيء حديث سيء، لكن لانهم كانوا عارفين حتى لو بصورة بدائية جدا يعني ان الحياة لا يمكن ان تعاش من خلال شاشة. انت مش محتاج محتوى اكتر، ولا حتى محتاج اثارة اكتر، ولا انت حتى محتاج حاجة جديدة كل 10 ثواني. انت محتاج بس تستعيد قدرتك على البقاء، ان انت تبقى مع كتاب، مع مهمة، مغامرة كبيرة، او حتى مع شخص، فكرة، او حتى مع نفسك. بس انا بكلم مين؟ تفتكر في حد اصلا كمل الفيديو؟